طيب حل المشكلة دي ايه؟ ايا كان مستواك فين بالظبط، احنا مش بنسمع كتير، ده مبدئيا. اسمعوا كتير، اسمعوا اي حاجة واسمعوا اي بودكاست الماني حتى لو مش هتفهموا. لو مش هتفهموا مش مشكلة، مش لازم تفهم كل حاجة. جميل. البيبي وهو صغير ما بيعرفش ان ده بابا وده ماما غير لما تكرر قدامه وشاف قدامه ان ده بابا وده ماما، فعرف بعدها. فنتعامل مع نفسنا في اللغة على اننا اطفال. انت حد غريب عن اللغة، اجنبي، فبالطبيعي جدا انك لما تيجي تسمع حاجة ما تفهمهاش كتير. تاني حاجة آلية السماع، بمعنى انا لما اجي اسمع حاجة مثلا قالوا بسرعة، ما اسمعش حاجة مش في مستوايا. يعني لو هسمع حاجة في مستوايا هسمعها مثلا كبودكاست بعمله كده عشان بس اسمع الماني في وداني، الالماني ما يطلعش بره وداني. طيب انا لو هسمع حاجة في مستوايا، طبعا اسمع حاجة في مستوايا. في ال A1 في حاجات في المستويات وانا حطاها برضو على الصفحة عندي، ولسه هنزل لكم برضو مصادر. في ال A2 برضو له مصادر تسمعوا منها. برضو انا حاسة ان الكلام سريع، انا مش عارفة اعمله، بوقف بحاول ان انا اقلد، معرفتش. يا ابسط الحلول خالص، ممكن يبقى فيه اوبشن كده في الفيديو ان احنا بنقلل السرعة، بنخلي السرعة بطيئة بحيث ان احنا نسمع هما بيقولوا ايه. ده جميل. ولما تيجي تسمع هما بيقولوا ايه حاول تكتب اللي انت بتسمعه. ماشي. دي نقطة حلوة جدا، ان من غير ما نشوف السبتايتل اللي انت بتسمعه حاول تكتبه. طب انا كتبته وطلع اللي انا كتبته ده غير اللي انا سمعته خالص، عادي مش مشكلة. جرب مرة واتنين وتلاتة واربعة لحد لما تظبط معاك وتكتب اللي انت بتسمعه. ماشي. ضروري جدا يكون معانا الكتاب ده اللي هو دويتش هوغن und sprechen. ده موجود منه كل المستويات. الهوغن هو هيجي بالممارسة والاستمرارية وانك تحاول مع نفسك. ابسط الحلول فعلا ان خلاص لو الكلام سريع انا مش عارف اسمعه، ابطئ الكلام. طيب انا في حاجات ما فهمتهاش، مثلا الفيديو ممكن في اليوم الواحد تطلع منه 3 كلمات جديدة عليك. ممكن الفيديو معاك يقعد معاك اسبوع عادي جدا. انا كان في فيديوهات بتقعد معايا اسبوع، كنت في اليوم الواحد بخلص فيه 3 كلمات. انا مش عايزه اطلع من الفيديو ده غير ب3 كلمات جداد عليا اول مره اشوفهم. تمام. بعد ما بكتبهم وبحفظهم. طبعا مش بحفظهم كده كلمه انجليزي وكلمه عربي، لا، كنت كلمه انا عارفه معناها وبحط المعنى بتاعها، المينينج بتاعها بالدويتش او بالانجلش. بعد كده بحط تحتها example. مش عارفة اعمل example، بسأل شات جي بي تي او بشوف في موقع اسمه يوجلش.com. يعني الآلية دي برضو لو عايزيني اقول لكم عليها اقول لكم في فيديو بالتفصيل احسن. لكن الهوغن زي ما قلت لكم بيجي بالاستمرارية، وان احنا نحاول معاه نبقى ناس عنادية مع الهوغن. ماشي. واسمعوا كتير. اي حد الف ب تعلم لغة، هوغن كتير، اسمع كتير حتى لو مش فاهم هيخدمك بعدين، صدقني.